ازيكم عاملين ايه؟ طبعا وحشتوني جدا ومختفي عنكم بقالي فتره. هو عندي بس شويه مشاكل والكلام دوت مش بمزاجي، بس ان شاء الله الفتره اللي جايه هحاول ارجع احسن من الاول. وزي ما انتوا لو حد عنده اي سؤال او اي حاجه بيكتبها انا ما عنديش مشكله، برد عليكم كلكم عادي، ما عنديش اي مشكله. ولو حد بعت حاجه واتساب انا برضو برد عليه. ولما حد بيكون مزنوق قوي بيتصل بيا برضو ما فيش مشكله، بس يعني يفضل لو حد عايز حاجه ممكن يبعتها لي واتساب، وانا يعني يكتب لي مشكلته بالتفصيل، وانا اول ما الدنيا تكون تمام معايا هقدر ارد عليه، لان انا مش دايما بعرف ارد على التليفون يعني. تمام. ده بالنسبه للجزء اللي احنا ايه اختفينا مع بعض شويه سلمنا وبتاع. يلا بقى نخش في الفيديو. اتكلم معاكم النهارده عن الكاسيت اللي قدامنا ده. الكاسيت اللي قدامنا ده بايونير. تمام. اسمه 8750 دي اي اتش 8750 بي تي. طيب اول واكبر ميزه بالنسبه لي في الكاسيت ده ان هو بلوتوث. الكاسيت ده فيه بلوتوث اغاني وبلوتوث مكالمات. طبعا بلوتوث المكالمات ده دلوقتي بقى حاجه مهمه. انت مثلا بتتكلم في التليفون وانت سايق عادي، اللي بتكلمه هيبقى سامعك وانت هتبقى سامعه في سماعات العربيه. طيب دي اكبر ميزه بالنسبه لي اصلا في الكاسيت. تاني حاجه ان هو جرافيك. فكره ان الكاسيت جرافيك وبلوتوث فدي حاجه كويسه، ما بتبقاش متوفره في موديلات بايونير كتير. طيب نيجي للميزه اللي بعد كده. هو في بعد كده ميزه وفي نفس الوقت هي مش ميزه، يعني او ممكن الناس تشوفها عيب والناس تشوفها ميزه، ان الكاسيت 5 بند. طب يعني ايه 5 بند؟ الاول تعالوا كده نشوف مع بعض. دول ده كده اسمه 5 بند، اللي هما دول. ادي 1 2 3 4 5. الكاسيت ده كده اسمه ايه؟ 5 بند. تمام. ده حلو او مش حلو في ايه؟ ده بالنسبه لي حلو في نقطه معينه، ان انا مثلا لو بظبط الصوت وانا مثلا يعني مش احسن حاجه او بالظبط على قدي شويه او مش عارف اظبط الصوت كويس، فده هيبقى كويس لان هو لامم الدنيا. طيب ده بقى لو انا بقى الموضوع معايا اكبر من كده، لو انا مثلا عندي كاسيت فيه بندات اكتر، فدي بالنسبه لي هتبقى مصلحه اكتر. هتبقى مصلحه في ايه؟ ان انا هعرف اظبط الصوت بالدرجه اللي انا عايز اوصل لها صح. تمام. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ قلنا الحاجات اللي في الكاسيت الميزه والعيب. تعالوا بقى نتكلم عن الجزء اللي بعد كده. هنخش بقى ايه قبل ما اوريكم الكاسيت والظبط بتاعه وكل الكلام الجميل ده. تعالوا نخش نشوف الاول الكاسيت ظهره، او يعني الجزء بتاعه المهم بالنسبه لي اللي هو انا يخليه اشتريه عشانه مهم في ايه. الكاسيت ده 3 ار سي اي. تمام. 3 مخرج يعني. في اي و اكس من الظهر، في يو اس بي برضو من الظهر. مشكله اليو اس بي هنا ان هي بتبقى معاها تطويله، هي بتبقى جايه اوريدي في العلبه او انت ممكن تشتريها عادي. مشكله التطويله دي ان انت بتضطر تعديها من ورا يعني التابلو وتطلعها من عند الدرج بتاع التابلو. والاي و اكس نفس الكلام. تمام. دي المشكلتين اللي فيه. كاسيت فيه طبعا بلوتوث، قلنا بلوتوث اغاني وبلوتوث مكالمات. عندي سي دي. تمام. دي الحاجات اللي انا ايه بستخدمها وانا ايه يعني اول حاجه بشوفها في الكاسيت. نيجي بقى بعد كده للجزء الاهم. ايه بقى الحاجات اللي في الكاسيت ده؟ يعني استخدمها بقى ازاي بقى؟ الحبشتكنات بقى. طبعا احنا عارفين كل الزراير دي بتعمل ايه. زرار باك ده بيسيرش عن الاغاني لو انت حاطط سي دي او حاطط يو اس بي فلاشة. طبعا بتقفل من هنا وبتحول من هنا. ده زرار الرد على المكالمات او القفل برضو. ده زرار السي دي. ده زرار الميكس تراك. ده زرار البند اللي هو لو دوست عليه دوسه طويله هيرجع لي الكاسيت تاني. لو انا مثلا مشغل فلاشه يرجع لي الفلاشه في اول اغنيه عليها. تمام. ماشي. تعالوا بقى نخش كده واحده واحده على السيتنج بتاعه. اول حاجه نبدا بيها واهم حاجه بالنسبه لي هي الاوديو. الاوديو اللي بتبقى فيها ظبط الصوت بتاعي هو ده اهم حاجه انا بدور فيها. هفتح اول حاجه. طبعا احنا كنا واقفين على دي اللي هي بتاعت انت بتظبط فيها الكاستم 1 او كاستم 2 على حسب ما انت عايز. نجيبها كده من الاول. اول حاجه هنفتحها هتيجي في وشنا الاتش بي اف. اتش بي اف ده اللي هو انا بقفل البيز عن السماعات. طبعا كده انا البيز شغال اقوى حاجه. كل ما بفتح التردد وبزود الرقم بتاعه كل ما البيز بيقل. تمام. نيجي بعد كده الاس ال اي. الاس ال اي بما معناه اللي هو وانا موطي مثلا الكاسيت على 1 أو 2، لما بخليه موجب 4 بيخلي الصوت معايا ظاهر مع اول يعني مع الدرجات البسيطه كده وانا موطي بيرفع معايا الصوت شويه. طبعا ده الجزء بتاع يمين وشمال وقدام وورا. دي البندات بتاعت الكاسيت. كاستم 1 فلات سوبر بيز. دي البندات اللي موجوده. تمام. طبعا انا كنت عامله كاستم 2.
ده الجزء اللي انا بظبط منه الكاستم بقى. اول واحده عندي بتبقى بيز، بعد كده بيز خف شويه بتاع السماعات اللي بيبقى طالع اكتر من السماعات اللي هم بيسموه بيز طري، بعد كده عندي ميد رينج، بعد كده عندي تويترات او عندي سكسكه. تمام. نيجي بعد كده للجزء بتاع اللاودنس. تمام. طبعا احنا عارفين، قلنا قبل كده كذا مره هو بيعمل ايه. تحكم الصب، عايزه نورمال، عايزه ريفيرس، عايزه مقفول اصلا. دوس كده خليه يقفل. تمام. انا كده اوريدي تحكم الصب حاليا مش مستخدمه. ده هنا تحكم الصب بقى، لو انا عايز اوطي البازوكا، اعلي البازوكا الترددات بتاعتها. البيز بوستر ده بيقوي معايا شويه البيز بتاع البازوكا، وبيطلع لي بيز ناشف اكتر. ده معتمد على البيز الناشف اكتر. طيب دي كده بالنسبه للاوديو. تعالوا كده نشوف اشكال الجرافيك بتاعته. تمام. دي اشكال الجرافيك اللي فيه. دي طبعا لو هنا عايز اعمل اللي هو النور، اغير النور، الالوان يعني. تمام. هنا لو عايز اغير الزراير بس واخلي الشاشه، هنا لو عايز اغير الشاشه بس واخلي الزراير، وهكذا. هنا الاتنين مع بعض. طبعا دي لما بيجي لي وانا مثلا موصل الموبايل بالبلوتوث وموبايل رن، فالجهاز اوريدي بيعمل صوت رن، وفي نفس الوقت بيعمل شكل. ده الشكل بقى اللي هو ايه اللي هو بيعمله، ده اللي انت بتختاره يعني. طبعا دي البرايتنس اللي هي الاضاءة. تمام. دي الديمر بتاعته. الديمر دي مهمة بالنسبة لي، مهمة جدا للناس اللي بتركب العربية كتير بالليل وبتسافر كتير بالليل. غير ان هي مريحة للعين، برضو بتحافظ على الكاسيت، بتحافظ على الشاشة، وبتحافظ على يعني الحاجات اللي بتبقى جوه الكاسيت ذات نفسها بسبب الإضاءة. تمام. ما بتخليش من الاخر نوره شغال على طول عالي. احنا الصبح بنستخدم النور بيبقى عالي شوية عشان نقدر نشوف عشان الشمس وكده. بالليل ما بيبقاش محتاج قوي ده. تمام. طبعا انا هنا الديمر عامة في معظم الكاسيتات عشان يتوصل، مش كل الكاسيتات فيها اوبشن ان انت تظبطه كده اللي هو مثلا على الساعة. تمام. او ممكن تخليه اون اصلا ان هو مفتوح براحتك وتقفله انت براحتك، وكده اوف. طبعا شايفين الفرق، والفرق اكيد واضح. طبعا احنا نخليه زي ما هو على الساعة. طيب ايه تاني؟ يعني كده خلاص شفنا اشكال الجرافيك. ده السيتنج بتاع السيستم ذات نفسه. طبعا الورنينج تون ده اللي هو لما بعمل كده هي دلوقتي اون. لو قفلت كده، طبعا صوت التنة اللي سمعتوها ده هي دي الورنينج تون. لو قفلت، لو عملتها اوف، الكاسيت مش هيعمل الصوت ده. تمام. نكمل. اي او اكس، بلوتوث، بندورة ده ابلكيشن. كلير ميموري، دي كلير ميموري اللي انا لو عايز امسح الميموري بتاعت الكاسيت. طبعا ده الفيرجن بتاع بلوتوث. تمام. ده الجزء بتاع الاب كونكت مود، ده اللي هو بتلقط ازاي الابلكيشن بتاعه. تمام. والبندورة دي حاجة ليها علاقة بابلكيشن كده عادي. تمام. نيجي بعد كده الميكس تراك، اخر حاجة. طبعا ده الظبط بتاع الميكس تراك. تمام. ولما احب اشغل الميكس تراك بشغله من هنا. تمام. الميكس تراك بيخليني مثلا الاغنية لو عايز اقطعها بطريقة معينة، اللي هو مثلا ما يبقاش بيحول وخلاص، لا بيبقى فيه مثلا زي نغمة كده بين كل اغنية والتانية او حاجات شبه كده. تمام. ده بالنسبة للميكس تراك. كاسيت في حاجة تانية وحلوة جدا. لو احنا مثلا مسافرين او انت مسافر بالليل، الطريق اللي انت مسافر فيه بيبقى ضلمة اكيد. لو انت مثلا عايز تخلي الكاسيت شغال بس نوره مطفي، يعني احنا كده كاسيت شغال اهو، ممكن اعمل كده كاسيت شغال بس في نفس الوقت النور مطفي. طبعا دي ميزة مهمة جدا للناس اللي بتسافر كتير، او للناس اللي بتبقى ماشية على طرق ضلمة وما بتحبش النور يعاكس معاها. تمام. بس دي كده كل حاجة عن الكاسيت. زي ما قلنا ان هو 3 ار سي، يو اس بي من ظهره، اي او اكس من ظهره. طبعا في سي دي، في بلوتوث، وده اهم حاجة فيه. وكاسيت جرافيك، كاسيت خارجه حلو جدا، اسمه دي اي اتش 8750 بي تي. كاسيت خارجه كويس، تحكماته سهلة، مش معقد خالص. تمام. طبعا ده الزرار اللي بيحول، ده الزرار بتاع السيرش لو انا حاطط فلاشة او سي دي. ده بتاع الباك لو انا مثلا عملت كده وعايز ارجع اعمل كده. ده البند ده اللي هو انا لو دوست عليه دوسة طويلة، الكاسيت يقوم مرجعني تاني على اول اغنية في الفلاشة. تمام. وهكذا.
بس دي كانت كل حاجة عن الكاسيت. لو في سؤال تاني او حد عايز يعرف حاجة معينة ممكن تكتبولي في الكومنتات. بإذن الله الفيديو الجاي هتكلم معاكم عن مشكلة حصلت معايا شخصيا في العربية بعد ما ركبت العدة. بالمناسبة العربية فيها عدة مش كبيرة تمام بس هي كويسة. حصل معايا مشكلة وكانت مشكلة سخيفة قوي اللي هي مشكلة الزنة. هقول لكم كانت ايه مشكلتها واتحلت ازاي وحلتها ازاي واكتشفتها ازاي والكلام ده. تمام. بس لو في حد عنده اي سؤال او اي حاجة ممكن يكتب لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. مفيش اي مشكلة انا معاكم. بس